شباب، اليوم راح نسوي شلون أسئلة. اني وعبد الله راح يسألني واجاوب اني. يلا. شنو تريد البداية؟ أسئلة عن بدايات ونجاح، لو أسئلة عن أفكار وإبداع أو إيش. عندك أول سؤال: ما هي أصعب لحظة مرت بها في بدايتك وكيف تخطيتها يعني؟ بعد من البداية. راح احكي يعني خلي السؤال. راح احكي يعني شلون هسه دا اسوي الفيديوهات. الفيديوهات اول شي لازم اكتبهن. النص اللي راح اقوله لازم اكتبه. وراها لازم شنو اصور. وهسه شوفت عينك حارة تصمت صمت، طفيت كل شي على مود يطلع الصوت واضح. بالاخير يطلع واضح. لا تشاقوا بعد ترى شوي عصبي. عصبي. فشنو لازم اصور الفيديو وراها شنو يعني المصاعب عندك يعني منتجه. والله المونتاج تقريبا 4 ساعات. اي والله. خمس. متى تغدق لك؟ متى اكلت؟ متى اكل لاش. بس شلون اقول يعني الشيء الصعب بالموضوع انه كمل. انه الصعب بالموضوع انه بس حر ويعني شويه ازعاج بالتصوير. وهذا شوفت عينك اخوي الصغير مزعجين. نعم. بس حطيت تروح اسال ثاني. روح اسال. يلا اشوف لك واحد زين حلو. هذا من يعني شاطرك بالعمل، من كان اكثر شخص يدعمك في مسيرتك باليوتيوب؟ بالبداية يعني هسه ومن بداية يعني حاليا اللي يدعموني كلكم تقريبا اصدقائي. اسم تقريبا يقول لك هنا اسم. بس اكو يعني شلون اقول لك، اكو مو يتنمرون، احنا قلت لك يستصغرون الوضع. يقول لك من كان اكبر داعم. بس خلينا نبلش حكي. اعترف. اكو يستصغرون الوضع. مثلا انا جربت اعيش يوم كامل ب1000 دينار عادي، يعني هيك يستصغرون. وهو اذا تعطيه 5 ما يقدر يعيش بيها. والله حكمة جدا سيئة صراحة. يلا بس يعني من كان اعطينا اسم واحد يعني شلون تريد 3 اسماء مساعد. انت وهم قتيبة وبعد اذا نسيت اسم ما اعتذر. ويونس صديقي خطية والله حل كتب لي حل فرحتك من كل قلبي من وصلت 1000. اشكره هسه. نشكر يونس ونشكر قتيبة ونشكر عبد الله خصوصا ومحمد غيث محمد اخو غيث. نشكر ابو غيث خصوصا. نشكركم قلنا لك 3 يلا شوي اخذت ماي ترى انا عصبي. ترى بابا قوم اصيح هسه قاعد البيت كله. يلا قاعد ابوك. بلش السؤال الرابع. الثالث العفو. بس عن شنو بدايات ونجاح بعد ما سألنا أفكار ومستقبل يعني. نعم. عندك السؤال الثالث. لو عادت فيك الدنيا هل تختار نفس الطريق ولا تتغير؟ وإذا تتغير شنو الطريق؟ هنا قبل الألف لو شنو؟ عمي ورا الألف يعني من صرت ألف وقبل. لا قبل الألف. خلنا نحكي قبل الألف وبعد الألف. شلون يعني وصلت ألف؟ لا لو عاد بيك يعني شنو لو عادت بيك الدنيا هم ترجع نفس الطريقة. نعم ارجع نفس الطريقة. لأن شنو بالبداية قمت انزل فيديوهات شورت لأن تجذب المشاهدين أكثر وتجيب مشتركين أكثر. هذا صار نجاحك يعني. تقريبا يعني صار نجاحك هو الشورت. تمام. تروح السؤال الرابع. عندك إضافة شيء؟ لا ما عندي. أبغى اسمه عندي ميشن. بيضة يمكم الدنيا ايش عجب. احنا شوية مستقبلنا ناجح. ما هو الشيء الذي تفتخر به أكثر شيء في حياتك؟ يعني شو أكثر شيء تفتخر به بحياتك؟ أكثر شيء افتخر به؟ أنت عراقي. أول شيء عراقي. ثاني شيء مسلم. وقف. يلا هذا خدمه. أقتله. راح ألغي الفيديو. أول شيء إذا طلع الفوكس نفس ذاك الفيديو أطشر التليفون.
ثاني شيء هسه قلنا مسلم وعراقي. ثالث شيء القناة راح توصل 2000 بغضون اسبوع، يعني اللي مشترك يعني باسبوع والله انجاز يعني فخور بيه. يعني هذا اقوى انجاز سويته بحياتك وانت قلت لا انجاز هم الاعفاءات والذني طلع بيش موضوع ترى يعني عدلوتي والله شباب عفوا والله يلا كمل. يعني ايه عندنا سؤال بس يعني مو ذو أهمية ما راح نعرفه. نروح يسأل شنو أسئلة عن أفكار وإبداع. يلا يعني إبداعاتك يقول لك من أين تتسد إيش هو؟ أكمل السؤال؟ إيه كمله بس يمكن يعجب يعني هذا يمكن راح يدمر مستقبل. يلا دحكي من أين تستلهم أفكار جديدة؟ يعني تستلهم أفكار إيه تستلهم الأفكار يا طويل العمر. أنت بالحمام تيجي لا إيش أنت تجاوب بدال يعني قوم طشر الفيديو الأفكار نوبات شنو أجيبهن من شات جي بي تي ونوبات شنو ثواني بلا أمر عليك هسه وصلنا من شات جي بي تي نوبات ونوبات هيك أفكر وأشوف مشاهير يسووهن يعني تقلد مو أقلد يعني ترى كل مشاهير يعني إيه وهم من شات جي بي تي وهم يعني إيه من شات جي بي تي ومن اليوتيوبر ومن ونوبات أفكران إيه هل بالمستقبل اي بعد ممكن ننشر العاب يعني بشكل يعني نسوي قناه مثلا خارجه بس جيمنج او نفس القناه او يعني يمكن اي من يعني اي من اذا يعني صار عندي جهاز قوي اقدر اصور بيه. هسه هذا الاكس بوكس ما اقدر اصور بيه لان لازم له شو اسمه يمكن شريحه ولا شيء او في الموضوع اي لازم هارد خارجي ما ادري شنو. خش لك سؤال كله شيء ما ادري شلون اسوي. كيف تحافظ على شغفك؟ يعني شلون تحافظ على شغفك رغم الضغوطات او الضغوط؟ الشغف هو مثلا اذا انا اشتغل على شيء وما دا ازيد فشنو اذا ما دا ازيد واظل اشتغل وابذل جهد يعني ما ازيد ولا مشترك او مشاهد او هيك. انت صراحه بدايتك حيل صعبه يعني الشيء لاحظت يمكن 5 مشاهد الى 6 مشاهد ما شاء الله 100 و500 ما شاء الله يعني صرت مشهور مع العائله يا ولد صار بس اسكت هسه بس اسمع اذا مثلا ما تبذل بس انا دا ازيد مشتركين اي ما شاء الله فانا عندي اكيد شغف يزيد اذا انت تشوف باسبوع واحد جبت يعني انت تحافظ على شغفك وزياده المتابعات والمشاهدات اي نعم واللايكات اي يعني هذا الجواب شباب طلع حلو منك هاي حلو على الله سدل شباب هاي كات اساسي ابو عابد درس احط لك استغفر الله شو القناعه اللي يخلقها يلا هذا سؤال حلو. نصيحة من النصيحة الذهبية يكمل من النصيحة الذهبية التي تعطيها لأي شخص يريد أن ينجح في مجالك؟ ترى بعدني ما يعني بالمستقبل ده نقول لأنها شوية أسئلة مستقبلية إن شاء الله. توكل على الله وبلش وسوي فيديوهاتك مو رديئة حاول تبذل بيها جهد لا تنزل فيديوهات مو حلوة وما عجبتك هي يعني ما تقول لهم بداية الشورت وهاي لا يعني لازم شورتي دي شورت من توصل مشترك بلش. من هو قدوتك او ممثلك الى الاعلى في صناعة المحتوى؟ صناعة المحتوى ولا الحياة؟ صناعة المحتوى. صناعة المحتوى شونك؟ لا مو شونك كات اسمع قدوتي واللي الصراحة خشم معوج لا من ورا القناع قلت لك وجهك معوج طفوا الكاميرا اساسا والله صدق قدوتي هو ما عنده قدواني بس بالحياة النبي محمد طبعا احنا كنا بيها بس يعني اليوتيوب بابا يعني اليوتيوب والله شوف اكو هواية شونك علي شاكر والله ولا تقولون علي شاكر والله بنا نفسه صحيح وكمل بس ما شاء الله يتعب على صناعة المحتوى طيب صدق يتعب طبعا هاي اشياء مستحيل تفكر بيها والله اذا واحد جاب مثلها اي صح لا حلو صعبه يا شيخ تكره العاد ترى يختالوك يلا هاي كات شباب يلا
اسأل عن حياتك الشخصية. استمتعت بشخصيتك. يقول لك سؤال 11 يمكن وصلنا أو دي يلا كمل عادي. سؤال يقول لك كيف تصف نفسك بعيدا عن الأضواء؟ شلون يعني شلون تشوف نفسك كيف تصف نفسك بعيد عن الأضواء، يعني بعيد عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ايه شلون اصف نفسي بعيد؟ مو امتحان وزارة حبيبي. يلا يلا جاوب. حلوة يا حلو. جاوب يلا. أول شيء يعني حبيبي ما قلنا أكب المرقع عليك. ما عندنا مرقع. بس اسمع يعني شلون أصف نفسي أنا بالحياة؟ أصف نفسك يعني أنت شخص كأنما شلون أشوفك بدون قناع بدون يوتيوب. بدون قناع بدون يوتيوب راح تشوفني شخص ناجح. لذيت مضرط ناجح بس كافش كنت راح أطفي المايك. فشنو تشوفني يعني شخص زين مو حيل عصبي اكو شي نوبات وتشوفني مو حيل اطلع الجروب شاهد مو حيل اطلع هواية وهيك هاي يعني خلينا نشوف النساء حلو. لا يا الله شوف هل ترى الشهرة نعمة أم نقمة؟ اسمع إذا كان محتواك شلون أقول لك شلون يصير نقمة مال أكل يعني لا تعيد نقمة يعني شيء جايبك بالفلوس. لا دي يلا بس يلا كذي يعني النقمة يعني شلون شيء يعني ترى والله أقسم بالله ترى. اسمع النعمة من تشوف نفسك الناس يحبوك باليوتيوب وهم تأخذ فلوس من اليوتيوب هاي نعمة. النقمة من تشوف الناس ينتقدوك وانت محتواك يعني مثلا انت سئت الأحد لا اكو محتوى سيء وينتقدوه صحيح بس اكو كارهين النجاح هم ينتقدوه لو حتى هو فيديوهاته حلوه فهي اكو يعني هذا النقم شيء التنمر او يعني نعم. اشوف لك سؤال كيف تؤثر عائلتك واصدقائك على شخصيتك؟ تأثر يعني لا تأثر؟ لا ما تأثر. ليش تأثر؟ أسئلة أصدقائك وعائلتك بالعكس تحس مداعم لك. صحيح. هسه شنو نروح على الجزء الثاني أو الجزء الثالث. أسئلة عن المستقبل والرؤية. شلون يعني شو تحس نفسك ورا يعني أين ترى نفسك بعد 5 سنين؟ بإذن الله بالتوبة أساسا. الله بالقمر. لذت مضرط فيديو محترم ترى ستلي يلا بدنا جبانة اسف غمض يعني عم حمود يعني. اسمع يلا يا عم ان شاء الله مكمل 6 معدل زين وباذن الله بالقناه فوق 100,000 راح فوق 1,000,000. لا مستحيل والله ده فوق 1,000,000 وارجع اشوف هذا شيء سياره حبيبي اساسا انطيك هديه ربع له 500 هسه بدنا نحضر عقب باكر هذا شلون ونسى سهل يطلع ماكو شو بالضبط. يلا ما هو الحلم الذي لم يتحقق بعد؟ الحلم اللي ما حققته بعد بعد كله هنا ما هو النجاح بالحياة بالقناة فوق الحلم 1,000,000 بالقناة 1,000,000 مشترك هذا الحلم. ما عندك غير هذا الحلم؟ عندي لا عندي بقول لك شنو ما حلم هو أكون ناجح وعندي فلوس وهاي يعني أنت ما عندك فلوس ما عندي بس يعني يعني كشخص أقدر أخذ فلوس بس يعني وسط هل تفكر مستحيل؟ هل تفكر أن تكتب كتابا أو تقدم شيء جديدا مؤثر مختلفا؟ والله يمكن أكتب كتاب. تكتب والله حلوة منك السؤال عندك هنا مكتوب سؤال 19 بس احنا سؤال 5 ولا 6. يلا يا خامس والله هو أسئلة الطاحنة ترى
ما هي رسالتك للجمهور الذي يتابعك؟ والله خلي آخر سؤال هذا. لا هذا لا آخر سؤال بالفيديو حتى صار حلو. يلا خلي آخر سؤال. ترى 3 أسئلة النوب ووراها آخر سؤال. تمام ترى إنه ما بقى شيء يعني. إيه يلا. بس تمام فسوي شغلة. لا تقول لا أضيف النوب. بس ثواني. لا تضيف النوب. مو كله مو حلو ترى الباقات كل يعني مو على مستوانا إحنا. يعني هل تفكر تبني يعني مو حلوات. ثواني. إيه حلو إذا حلوات. إيه يلا الله يعوض. يلا عندك سؤال. ما هو أكبر درس علمتك إياه الحياة؟ يعني شو أكثر درس علمتك الحياة به؟ أني كنت أقول ضوجة قبل لا يصير شيء. يعني مثل شنو قبل ما يصير؟ ضوجة ما يعني شلون ما بوقتها ما قلت الحمد لله يعني أنا ما بي شيء. ثاني يوم انصابت وصابة كسر. والله كنت أتمنى أرجع وأقول مو ضوجة وأحمد الله. بس شلون هيك تعلمت عبق درس إنه يعني البارحة كنت كل شيء ما بي وهاي وضايج واليوم مكسور فقلت الحمد لله. ولو قال الحمد لله يعني أي شيء يقول له الحمد لله نصيحة. إيش حالك قول الحمد لله أي شيء الحمد لله دائما وأبدا. والله العظيم. ما هو أكبر فشل تعرضت له موجود يعني وكيف تجاوزته؟ أكبر فشل تعرضت له وكيف تجاوزته؟ شوف يا إذا موجود يعني. أكبر فشل ما عندي فشل. لا صار لعب مستر بيس لا بس شنو يعني مثل الفشل يعني مثل أنت مثل كنت تلعب طاولة وما سويت شيء بتريد باللعبة. لا ما كان. إيه نوبة بالاجتماعيات. ويونس هذا يدري ويونس هم ويانا بالفشل. فشل جماعي يعني. فشل جماعي. وأحمد عمار هسه دي شاهدنا 46 بالفيزياء. نعم مو بالفيزياء بالاجتماعيات. تقريبا أكبر يعني بس هو شهريات وتعدى النافر. قد جبت فيه بنص سنة. ها؟ قد جبت فيه بنص 88. شوف يعني دبلها وزايد يقول لك لا طلع على عايشة طلعت المبردة. يلا والله لا يلا هل كان قرار اتخذته وندمت عليه؟ هل اكو قرار اتخذته وانا ندمت عليه؟ فتحت قناة اساسية. وضح كذا. سويت قرار انه والله ما ندمت. ما متخذ قرارات. والله ما بفضل حبيبي. دخلت بجروب القابين. يمكن جروب القابين بالماسنجر. يمكن من اكبر قابين. يلا ايه كاف اسمه عمر كافي. لا بدون ذكر. لا بدون ذكر يعني. ابوه مله وعنده سؤال. استغفر الله العظيم. الله يحفظك الله يهديك. كافي اسكت. دوك على نفسك. يلا اكبر جروب القابين. يلا تمام. نب سؤال. يلا السؤال ورا السؤال مال. يلا خلينا نشوف الناس. تريد أسئلة عن شخصية ومشاعر، أسئلة فلسفية، أسئلة عن الطموح والتحديات، شو هو تريد؟ أسئلة فلسفية أو أسئلة عن طموح وتحديات. طموح وتحديات. يقول لك كيف تحفز نفسك كل يوم. كيف تحفز نفسك كل يوم؟ يعني شلون تسوي حافز إلك؟ المشتركين. شلون أسوي له شلون تجيني؟ كيف تحفز نفسك؟ ستريد تقرأ سوي حافز. شنو الحافز مالتك؟ إني قمت تنشر وتتعب على قناتك تصل ما تعبان بس يلا. والله الحافز إنه أزيد اشتراكات. هذا الحافز. أي. شو اشترك يعني 3 ثواني. الله. أي والله. بس والله كنت لسه جوكت لك أنا استغفر.
طيب طلعت بضلك تنه. تريد نفس سؤال؟ يلا. اللي يمكن حلو. يلا آخر سؤال، هسه آخر سؤال. ها هي اختنقت آخر سؤال. يلا. ما هي العادة التي غيرت حياتك للأفضل؟ العادة اللي غيرت حياتي للأفضل. من فتحت قناة باليوتيوب والله حسيت تونست أكثر والله صدق. والله يعني خاصة بهاي الفترة، يعني ذيك الفترة تتواقف. يلا هذا سؤال أخير. كملت باليوتيوب يعني. حلو الحمد لله. هذا سؤال أخير. يلا. ما هي رسالتك للجمهور الذي يتابعك؟ أريد والله العظيم أشكرهم على 2000 مشترك. هاي مقدما بعدنا ما وصلنا، بس أشكرهم إنه خلال أسبوع واحد زدنا 1000. أبونا ما سواه. أبونا بأسبوع وصل 4 مليون. ثاني شيء أشكرهم التفاعل بالبثوث وتفاعلهم بالبثوث واللايكات. أهم شيء يشاهدوا الفيديوهات. أريدهم يشاهدون الفيديوهات. صحيح. يعني فيديوهات عالمية. صحيح. لو من متابع ما أشوفه. يلا هسه لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك. وانطونا شنو السلبيات بالموضوع الفيديو هذا وشنو ايجابيات اتمنى الصوت واضح واتمنى ماكو يا رب الفوكس مال الكاميرا زين يا رب. وانطونا يعني هل تريدون لعبة جاي نلعب بوبجي؟ طيب يلا مع السلامة.